ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ موضوع الفيديو زي ما انت شايف بيتكلم عن هو ليه بقى فيه توكسيك. توكسيك ده مصطلح انتشر في الفترة الأخيرة على السوشيال ميديا بمعنى سام أو مؤذي، سواء شخص أو فعل أو كلاهما معا، وسواء مؤذي بكلام أو مؤذي بالفعل كلها تندرج تحت هذا المصطلح. الشخص ده بيتعمد إيذاء الآخرين وبالأخص المقربين منه، إيذاء في كل حاجة في الحياة سواء علاقات، تعامل، أفعال، وللأسف أصبح منهم كتير حاليا. دراما كوين والمتحكم والنرجسي، سفاح الطاقة، ريد فلاج والبلاير. شخص مستخبي ورا شاشة بيقول كلام هو مش حاسه، سواء كلام حلو يوهم بيه أو كلام وحش يأذي بيه. عالم افتراضي الناس استغلته غلط في إرضاء غرورهم وبيان نفوسهم الحقيقية تجاه اللي قدامهم. حتى الموضوع ما بقاش مقتصر على الولاد بس، بل كمان البنات بقوا نفس الكلام، والمشكلة الأكبر إنهم بيتباهوا بالموضوع ده وبيحكي لأصحابهم وإن ده شيء عادي، ويحرض على ده سواء ببوستات فيسبوك أو حتى على انستا، وده عن طريق تثبيت نفسه أو نفسها بأسماء زي اتس توكسيك، وطبعا ريبوستات تيك توك للفيديوهات اللي من النوع ده والتراكات اللي بتتكلم على إني أبقى توكسيك وبقى الموضوع عادي. توكسيك شخص غير سوي نفسيا وبيتعمد ايذائك حتى لو ما عملتلوش حاجه وكنت كويس معاه. شخص بيخليك تشعر بالدونيه، والدونيه هي عدم الثقه بالنفس. شخص بيمارس عليك الصمت العقابي والخصام لفترات طويله واحساسك بالذنب على طول. شخص نرجسي ما بيحبش غير نفسه، بيحسش بالذنب باللي هو عمله ودايما يلعب دور الضحيه. شخص بيحب النميمه والكلام عن الناس في غيابهم ويعترف لك بكلام ومشاعر هو اصلا بيقولها كده. شخص يعمل معاك كم من الذكريات وحاجات تقعد تفتكره بيه وبعد كده يسيبك غرقان في الذكريات دي. شخص اناني بينتقد الكل وبيسخر منهم ودايما عنده غيره وحقد. شخص سويت توكر يعني طريقته حلوه في الكلام وبيقنع اللي قدامه بكلامه، وممكن يقول الكلام ده لاي حد عادي جدا وهو ما عندهوش مشاعر بالكلام ده، وللاسف اللي قدامه بيصدق الحوارات دي. كل حاجة في مجتمعنا بقت غريبة للأسف، والموضوع بقى من سيء لأسوأ. أصبح الشيء الصحيح دلوقتي غريب، والفتن والأكاذيب زادت، ودي علامات آخر الزمان اللي الرسول قال عنها في حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العام. للأسف الكل فاكر إنك تأذي غيرك ده أمر سهل، ما بيشوفش عواقب الفعل اللي هو عمله ده وتأثيره عليه. أصبح كل شيء متاح وسهل وكل حاجة مباحة عادي، ونسينا كل الأصول والحاجات الصح اللي المفروض نكون عارفينها. ملحوظة بسيطة، أنا مش ملاك أو نبي عشان أقولك إني ما عنديش عيوب، لا، مفيش بني آدم خالي من العيوب. أنا ليا عيوب وعارفها وبعرفها كويس، بس بحاول إني أعالجها. جوايا ضمير عارف الصح والغلط لسه ما ماتش. كل الكلام اللي قلته فوق ما قلتوش من فراغ، مفيش حد بيحكي حاجة هو ما عاشهاش. ونصيحتي البسيطة ليك وهنصحها ليا برضو، حاول ما تنساش أخلاقك ودينك في زمن كل حاجة فيه بقت غلط. الموضوع كان غريب شوية عن المحتوى الفترة الأخيرة، بس كنت لازم وحابب إني أتكلم عليه. أتمنى يكون الفيديو عجبك وأثر فيك، وطبعا ما تنساش اللايك والفولو. جميل.